السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنعتذر على طول الغياب. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم رحمة تيفي. اليوم ان شاء الله وصفة جديدة، فيديو جديد. كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش من البارطاج مع احبابكم وصحابكم والبصمة والاشتراك فضلا وليس امرا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم غريبية ديال الكوك والفينو اللي كتجي رائعة. كنتمناها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. خليكم مع الفيديو للاخر وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير البنات كنحتاجو واحد بيضة، واحد دانون ديال البنان، قشور الحامض، واحد نص حامضة معصر، كاس لاروب ديال الكوك، كاس د السكر وكاس د الزيت، وثلاثة د الكؤوس ديال الفينو، واحد الخمارة. بالنسبة للقياس د الزيت والسكر البنات كنعبرو بالكاس ديال دانون. كناخدو واحد زلافة كنعملو فيها البيضة ديالنا، كنضيفو عليها واحد القبصة د الملح، دانون د الفاني، عفوا دانون د البنان. وبهذاك الكاس ديال دانون كنعبرو السكر، كاس د السكر. اللي كيبغي الحلوى تكون شويه زايده في الحلاوه يعمل من كاس حتى الكاس وربع. انا كنكتفي بواحد الكاس. كاس د الزيت، كنبغي نشكر الناس اللي انضموا لقناتي مؤخرا، كنقول لهم مرحبا، 100,000 مرحبا. وكنشكر الناس القدام، كنقول لهم شكرا شكرا بزاف على المسانده. كنحركوا ديك الخليط مزيان، كنمزجوه مزيان، وكنضيفوا ديك القشور د الحامضه، الليمون حامض ونص حامضه، وكاس لاروب د الكوك، قياس د الكاس، كاس د العنبه. بالنسبه للفينو والكوك كنعبروهم بكاس العنبه، وكنخلطوا ديك الكوك وديك الخليط مزيان. كنبداو نطيفوا الدقيق ديالنا شويه بشويه، كاس بكاس. ما كنعملوش الدقيق دفعه وحده، عندك يكون الدقيق كيشرب وتقصح لنا الحلوى ديالنا. كنضيفوا الخميره وكنخلطوا مزيان. من الاحسن نستعملوا يدنا باش كنتحكموا في القوام د العجينه. باقي لنا هنا كاس، غنبقاو نضيفوا شويه بشويه لان العجينه ما كيخصهاش تكون قاصحه. راه كتجي رائعه البنات. ومني كنخلطوها كنخليوها واحد ربع ساعه. كناخدو واحد الصينيه د الفران، كنفرشوا لها الورق، وكناخدو واحد شويه د الكوك اللي كنخلطوه بشويه د الفينو. كنبقاو نكورو غريبيه ديالنا وكنفندوها في ديك الكوك والفينو. في هذا الاثناء كيكون الفران كيسخن، ومني كنساليو غريبيه ديالنا بالتكوار كنزينوها باش ما بغينا بكاوكاو او باللوز او بعود قرنفل، اولا كنخليوها عاديه ماشي مشكل. قلنا البنات في هذه الاثناء هذه كتكون عندنا الفران كيسخن باش ما كنخليوش الحلوى منزله، باش ما كيقصحناش، باش ما كتقصحناش العجينه وتجينا الحلوى يابسه شحته. كنزينوها. انا غنزينها هنايا بالكاوكاو وعندخل الفران
ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهي الحلوه ديالنا من بعد ما خرجناها للفران راه كتجي رائعه البنات، كتجي رطبه كتذوب في الفم. كنتمنىكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وشكرا على المشاهده.